شكون كان يتوقع باللي يلحق سوق التجاره الالكترونيه في الجزائر ل 1.5 مليار دولار؟ كي تسمع الشفر هذا رايح تقول باللي معناها الشركات اللي كانت تبيع لي برودوي ولا سيرفيس تاعها اونلاين في السنين الاخرين هذوما دارت لافير، واللي بقات تبيع بالطريقه التقليديه خسرت فرصه كبيره. الحاجه اللي راني حاب نلفت انتباهكم ليها هي انه المستهلكين الجزائريين عندهم ثقه في الشراء اونلاين ومستعدين يدفعوا اموال كبيره اذا لقاو المنتجات اللي تسد احتياجاتهم واللي توفر فيها المواصفات اللي يحوسوا عليها. ورغم انه 95% من المشتريات يدفعوا قيمتها نقدا، قدر يوصل حجم السوق التجاري الالكترونيه لهذه القيمه. وهذه فرصه كبيره للشركات اللي ما زالت ما تستعملش التسويق الالكتروني ولا اللي ما راهيش تطبق فيه بطريقه صحيحه، انه لازم عليها تستثمر فيه اكثر، باسكو التجاره الالكترونيه تحتاج لتسويق الكتروني فعال ومتكامل، وبلا به ما تقدرش الشركه تنجح في التجاره الالكترونيه. وحسب وزاره التجاره 45% من الشركات الصغيره والمتوسطه في الجزائر بدات تستعمل القنوات الرقميه باش توصل دي كليون جدد. والحاجه الايجابيه انه 60% من هاد الشركات اللي دخلت للعالم الرقمي زادت المبيعات تاعها بنسبه 30% في العام الاول برك على حساب اخر الاحصائيات. في رايكم تقدر تطور التجاره الالكترونيه الاقتصاد الجزائري في المستقبل القريب ولا لا؟ شاركونا رايكم في التعليقات. سلام.